الفرخة الترند اللي مشهورة بيها المطاعم اليومين دول. طب والله عملتها وطلعت معايا أحلى من اللي أكلناها في المطعم. هنجهز التتبيلة من الزبادي والمستردة والصلصة، عليها زيت زيتون وعصير ليمون، والبهارات اللي هكتبها لكم تحت الفيديو بالتفصيل. وظبطوا الملح. هنقلب التتبيلة كويس قوي، ونجيب الفرخة يكون وزنها من كيلو لكيلو 200، مش أكبر من كده. هنتبلها من بره ومن جوه ومن تحت الجلد بالتتبيلة، وندخلها على الفرن درجة حرارة 180 رف أوسط. هتاخد ساعة ونص تطلع معانا متحمرة واخدة لون حلو. بعد كده بقى في الحلة حطيت المكرونة والحليب والبهارات، وهقلب وهسيبها على النار تغلي غلوة. ههدي النار واحط مكعب زبدة واغطي واسيبها 10 دقايق بالظبط. المكرونة هتكون مستوية معايا وبالجمال ده. هنزل عليها بميكس من الجبنة الموتزاريلا والشيدر الأحمر، وهقلب واسيبها على الحرارة بس كده الجبن تسيح، ويبقى عملنا أحلى مكرونة ماك اند تشيز. بعد كده بقى الفرخة لما طلعت هفتحها من النص كده بالمقص بالشكل ده، وأبدأ أحط المكرونة جواها وأحطها في طبق التقديم. بجد يا جماعة خطيرة. طعم تتبيلة الفرخة مع ميكس الجبن اللي في المكرونة، لا لا مش قادرة أوصف لكم، لازم تجربوها. وبس كده.